السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما تكونوا بخير. ثورة 30 يونيو، أظن كلنا عاصرناها، وأظن كلنا شفناها. ثورة اللي حررت مصر من الظلم ومن الفساد بعد ثورة 25 يناير. يا رب دايما مصر تكون زي ما هي في مكانتها، مرفوع راسها وعارفين مكانتها. يا رب مصر تفضل مرفوعة بسواعد أولادها. يا رب دايما مصر تكون لقدام ودايما قدام بتفكير أولادها. ثورة 25 يناير بينت قد إيه إحنا كشعب، أو إحنا كشعوب أو شباب بنحب بلدنا وقادرين نغير. وجات بعدها لما إحنا احتلينا من الإخوان، جت ثورة 30 يونيو وأنقذتنا برضو بسواعد أولادها، واخترنا الإنسان الصح اللي يعرف قيمة مصر، ويعرف يعني إيه مصر، ويعرف يعني إيه يستثمر في مصر استثمار صح. الرئيس عبد الفتاح السيسي استثمر في مصر. المتهيألي الراجل ده مش بينام، والله العظيم أنا ده إحساسي إن هو مش بينام. أول ما مسك مصر بدأ يعمل قناة السويس الجديدة. قناة السويس الجديدة حاجة كده مشرفة، حاجة كده جميلة. هرجع لها تاني. بس شوف دلوقتي اللي قدامك ده، دي شبكة الطرق اللي, اللي وصلت طرق كتير ببعض، وطرق بدايل وطرق سريعة وطرق دولية. بجد حاجة مشرفة. احنا قعدنا نسأل الراجل ده كان بيعمل الطرق دي لإيه. الراجل ده بيستعد لكل حاجة، بس في سيناريو أخير هو برضو حطه في دماغه: الحرب. ان هو لو قامت حرب في مصر، طبعا مصر قاهرة لكل الاعداء وكل اللي جاها. عرف يعني ايه مصر قاهرة الاعداء وقاهرة المحتلين. آم، الجيش هينتشر في خلال 6 ساعات. 6 ساعات هتلاقي الجيش كله في انحاء وارجاء مصر. الجيش اللي حمينا، الجيش اللي وقف ورا الثورتين، ووقف حمينا، لان هو مننا فينا، احنا كشعب كلنا واحد. جيش شعب، وشعب هو الجيش. دي شبكة الطرق اللي تشرف. يعني لما انت شايف الحاجة الجميلة دي، وشايف احنا هو عمال يبني هنا وهنا وهنا، ونيجي نشوف الحوادث اللي بتحصل دلوقتي ونقعد نعلق عليها بطرق سلبية وطرق سخيفة. واللي بيحصل ده بصراحة أنا حاسة إن هو مش طبيعي. دي قناة السويس اللي حالها وقف دلوقتي بسبب حرب فلسطين، واللي بيقولك إن احنا اللي اتخلينا عن القضية الفلسطينية. احنا من قديم الازل واحنا في ظهر القضيه الفلسطينيه. مين دلوقتي هتلاقي على ارض الواقع حد بيقدر يقف في وش امريكا او في وش اللي ما يتسموا، او يقول لهم لا؟ احنا قلنا لا على كل حاجه. هو قناه السويس دي مش بتاثر على الاقتصاد المصري؟ بتاثر على الاقتصاد المصري طبعا، بتاثر عليه في كل حاجه. دلوقتي دخلها واقف بسبب اللي بيحصل في اليمن وفي البحر الاحمر. احنا يا جماعة شايلين كتير، مع ان احنا شايلين برضو فوق طاقتنا، وده بشهادة الفلسطينيين، وفيديوهات كتير بتقول ان الفلسطينيين معانا وحاسين بالمعاناة اللي احنا فيها. لما قناة السويس داخلها يتأثر بالحرب اللي بتحصل، احنا كان ممكن نطبع، وممكن زي ما ناس كتير بتعمل وفي الواجهة ان هم بيساعدوا، بيبعتوا لهم مساعدات. لا، احنا بنقف وقفة رجالة، وبنقف في ظهرهم، وبنقول لهم لا على كل حاجة. الراجل اللي قدامك ده فضل يقول لا لحد ما دلوقتي بيحاربوه وعاوزين يعملوا في اي حاجة عشان يبقى مبقاش موجود. لكن احنا في ظهره، احنا اللي وقفنا عشان نقول لعبد الفتاح السيسي امسك البلد. ده انسان حارب عشان بلده، انسان عارف ايه اللي ممكن يتخطط بره، انسان بجد. ده الانسان المصري الشريف اللي انت ممكن تشوفه. دي الواجهة المصرية اللي احنا عاوزين العالم كله يشوفها. ده الانسان المصري اللي احنا عايزين الدنيا كلها تتشرف بيه. ادي الجيش اللي انتوا بتتريقوا عليه، ادي الجيش اللي انتوا بتتريقوا عليه، ادي القوات الجوية اللي في الجيش. حاجة مشرفة، حاجة كده الواحد لما بيشوفها قلبه بيفرح. بنسقف لهم قسما بالله. المناظر اللي احنا بنشوفها في الجيش، والاستعدادات والتدريبات اللي احنا بنشوفها في الجيش، الواحد بيشوفها بيبقى قلبه كده بيرفرف، بيطير. احنا كشعب بنحب تراب بلدنا، احنا كشعب مصري بنحب نموت في تراب بلدنا. وكل اللي بتعملوه بعون الله عمره ما يهز فينا شعرة. احنا شعب وقت المحن بتلاقونا حاجة تانية خالص غير اللي انتوا شايفينه دلوقتي. لا بنتأثر بجوع، ولا بنتأثر بأكل، ولا بنتأثر بشرب، ولا بنتأثر بغلاء. احنا بنساعد بعض، احنا بنموت عشان خاطر البلد دي.
في 73 مش عايزة افكر اخواننا البعدة او افكرهم، يعني احنا حطينا عليهم جامد وحاربنا، والدنيا كلها شافت احنا عملنا ايه. وكانت كتيبة واحدة من كتر يعني القصص اللي كانت بتحصل والمعارك اللي كانت بتحصل في 73 عشان نرجع أرضنا دي. قسما بالله ضفر الضابط فيهم وضفر العسكري فيهم وأقل واحد في الجيش كرتبة، قسما بالله شرف، يعني بيادته شرف لمصر كلها. احنا بنتباهى بالحاجات دي، احنا مش بنتخلى عن جيشنا ولا بنتخلى عن أرضنا، اللي بيتخلى عن أرضه بيتخلى عن عرضه. هي دي مصر، مصر اللي كتير ما يعرفوهاش، ده الوطن اللي كتير ما يعرفوهوش. الحمد لله حاميين بلدنا بسواعد بسواعد اولادنا. احنا حاميين بلدنا بسواعد اولادنا، ما شاء الله، دي رجاله مصر. يعني عبد الفتاح السيسي ده فرد من افراد المؤسسه العسكريه بتاعه مصر، واجهه مصر. واحنا اللي قلنا له يا سيسي احنا مفوضينك ان انت تتكلم عننا انسان مشرفنا، انسان مخلي انسان رجع قيمه المصري قدام دول العالم كلها. بعد ما كنا بسبب الاقتصاد وبسبب البلد اللي كان بيحصل فيها، بسبب الاستهتار وبسبب الفساد، ما كانش يعتبر إن الدنيا كلها كانت بتستهين بينا. لكن دلوقتي قول لهم انا مصري، هتلاقي كل بيرفع لك ايديه، بيعمل لك تعظيم سلام. احنا كده، ده الشعب المصري. السيسي جه شاور لك قال لك انت مصري، ايه ده؟ فوق لنفسك، انت عارف يعني إيه انت مصري؟ يعني انت في مصر، يعني انت في ارض الكنانة، يعني انت في ارض الحضارة، يعني انت في ارض العراقة، يعني انت في القاهرة. انت في القاهرة، قاهرة الاعداء وقاهرة الدول كلها. عبد الفتاح السيسي ده اللي احنا سامعينه دلوقتي ان هو بيقولوا ان هو هيتشال عشان كده. ابو حمالات طالع يقول بيتكلم عن الغلاء، لسه فاكره تتكلم عن الغلاء. احنا بنقول لك انت باي باي يا ابو حمالات. لكن عبد الفتاح السيسي اخونا وابونا، وواحد فرد من عيلتنا وفرد من بيتنا، وعمرنا ما هنتخلى عنه. طول ما هو احنا شايفينه ان هو بيحارب عشان مصر، احنا هنحارب عشانه. طول ما هو حارب عشان مصر وبيطلع مصر لقدام، احنا هنحارب عشانه. ده احمد المنسي اللي عمره ما هيتنسي. واظن اسالكم فاتحه لكل شهدائنا خلال فتره الارهاب. طبعا كل شهدائنا على مر التاريخ، لكن اسالكم من فاتحه لاحمد المنسي وكل شهداء معركه البرس. دي معركة من ضمن المعارك الكتيرة اللي مصر بتتباهى بيها. واحنا مش بنخاف من الموت، احنا بنتحدى الموت وبنقول للموت تعالى عندنا، عشان احنا عايزين نضحي عشان خاطر البلد دي، الارض اللي تجلى عليها الله. ما ينفعش نسيبها كده، ما ينفعش نتخلى عنها بسهولة. الارض اللي قال عليها ربنا ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. ان شاء الله امنين، وان شاء الله دايما في رفعة، وان شاء الله دايما مشرفين بلدنا. واللي مشرف بلدنا واللي احنا مفوضينه هو عبد الفتاح السيسي. هي دي مصر، هم دول اولاد مصر، وعمركم ما تقدروا علينا طول ما احنا في ايد بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.